ننتقل إلى اللوحة التي تلي، وهي التي فيها أمثلة على الإدغام بغنة للنون الساكنة والتنوين. نرى على اللوحة الحرف الأول من حروف يوم وهو الياء، مثاله عند النون فمن يعمل، فمن يعمل. هنا أدغمنا النون في الياء فتحول جزءها اللساني إلى ياء، أما جزء النون الخيشومي وهو الغنة بقي موجودا، بل طولناه ومططناه حتى صار طويلا غنة كاملة. فمن يعمل. ومثال التنوين كما نرى خيرا يره، خيرا يره. مثال الواو من ولي، من ولي. انتقلنا من الميم إلى الواو مباشرة، ولم يبق من النون إلا غنتها، لأن نصف النون اللساني قد تحول إلى واو فصار النطق من ولم يبق من النون إلا غنتها كما أسلفت، بل وطولنا تلك الغنة حتى صارت غنة كاملة. مثال التنوين كما نرى على اللوحة شيء وكيل، شيء وكيل. هنا أيضا أدغمنا التنوين في الواو فصار النطق بواو مشددة، لكن الواو الأولى من الواو المشددة مصحوبة بغنة كما أسلفت. مثال الثالث الذي نراه أمامنا في اللوحة الميم، ومثاله عند النون ممال، يعني قبل الإدغام كان المثال كان النطق نون ساكنة بعدها ميم، نون ساكنة بعدها ميم. بعد أن أدغمنا النون في الميم صار النطق بميم مشددة، لأن النون قد تحولت إلى ميم فصار عندي ميم ساكنة وميم متحركة، فأدغمنا الميم في الميم فصار النطق هكذا ممال. كان النطق من مال، من مال بنون ساكنة، الآن بعد الإدغام صار من مال، لأن النون الأولى النون تحولت إلى ميم ساكنة، النون الساكنة إلى ميم ساكنة، وأدغمنا الميم في الميم فصارت ميما مشددة، ونحن نعلم بأن الميم المشددة بحاجة إلى غنة أكمل ما تكون، عملا بقول إمامنا الجزري لما قال وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. إذن ممال هكذا ننطقها ممطوطة الغنة أكمل ما تكون، كما ذكرنا في أزمنة الغنن أول ما تكلمنا عن أحكام الميم الساكنة في دروسنا الأخيرة. مثال التنوين خير من، خير تنوين من أولها ميم، فخير ندغم هذا التنوين في الميم التي بعده فيصير النطق خير من، خير من. لا يبقى للنون أثر لأنها تحولت إلى ميم، وأدغمنا الميم في الميم فصار النطق بميم مشددة. نعود إلى لوحتنا لنتابع الأمثلة بعد أن ذكرنا المثال الثالث وهو خير من. نرى المثال بالنسبة للنون، بالنسبة للنون الساكنة ولن نشرك، ولن نشرك. التقى في هذا المثال نونان، نون ساكنة وهي نون لن مع نون متحركة وهي نون نشرك، فأدغمنا النون الساكنة في النون المتحركة فصار النطق بنون مشددة، والنون المشددة كما مر معنا تحتاج إلى غنة أكمل ما تكون، هكذا ولن نشرك، ولن نشرك. نعم. المثال التنوين كما نرى على اللوحة شيء نكر، شيء نكر. أدغمنا التنوين الذي هو في الحقيقة نون في النون التي بعدها فصار النطق بنون مشددة كما نرى في المثال. هذا بالنسبة لإدغام النون الساكنة والتنوين في حروف يؤمن بغنة. أما إدغامها في اللام والراء وهما الحرفان الباقيان من حروف يرملون بغير غنة فنراه في اللوحة التالية التي أمامنا الآن أمثلة
على إدغام النون الساكنة والتنوين بغير غنة. أما مثال النون كما نرى فمثاله من قوله تعالى من لدنه، من لدنه، من لا، كان النطق قبل الإدغام من لا، نون ساكنة بعدها لام. بعد أن أدغمنا النون في اللام صار النطق بلام مشددة هكذا. انظروا كيف تصبح هكذا. أرأيتم كيف تقرأ؟ ترونها أمامكم مكبرة من لدنه، من لا، ولا يبقى من النون شيء، لا ذاتها ولا غنتها، لا جزءها اللساني ولا جزءها الخيشومي، لأنها قد تحولت بجزئيها إلى لام، وأدغمنا اللام في اللام التي بعدها فصار النطق بلام مشددة كما ترونها أمامكم. من لدنه. نعم. المثال بالنسبة للتنوين كما نرى أمامنا فتنة لهم، فتنة لهم، تنوين بعده لام. ما قلناه عن من لدنه ينطبق على فتنة لهم، فتصبح بعد الإدغام هكذا كما نرى أمامنا الآن فتنة لهم، فتنة لهم، ما بقي من التنوين شيء، لا ذاته ولا غنته، تحولت النون بجزئيها إلى لام وأدغمنا اللام في اللام فصار النطق بلام مشددة. هذا بالنسبة للام. بالنسبة للراء نرى المثال أمامنا بالنسبة للنون يعني من ربك، كان النطق قبل الإدغام من ربك، من را، نون ساكنة بعدها راء، لكن بعد الإدغام صار النطق هكذا كما نرى الآن من ربك، من ربك، ولم يبقى من النون شيء. أظن بأن الأمر واضح. ما قلناه عن النون ينطبق على التنوين، ونرى مثال أمامنا غفور رحيم، غفور رحيم، تنوين بعده راء، فإذا أدغمنا التنوين في الراء التي بعده يصبح النطق هكذا كما نرى الآن على اللوحة غفور رحيم. بعد الراء المضمومة من كلمة غفور نشدد الراء التي في رحيم، لأن الراء المشددة أصلها تنوين أدغم في الراء من رحيم، غفور رحيم، ولا يبقى من النون شيء. هذه هي أمثلة النون الساكنة.